حسبي الله ونعم الوكيل فيكم واحد واحد. ربنا ينتقم منكم. باختصار شديد، ومش هقول اسم الولد ومش هقول اسم المدرسة، بس طبعا انتوا اكيد عارفين القصة. اللي بقى ما يعرفوش، في ولد عنده 6 سنين، مش هقول انه اتعرض لا، هو الموضوع اكبر من كده بكتير، وبرضه مش هدخل في تفاصيل لان انا كأم قلبي وجعني على اللي انا قريته وقلبي بيعيط عليه. واللي مقطعه قلبي بقى الام اللي اكتشفت بعد اكتر من سنة من تعرض الولد للحاجات دي لما لقيته حبيبي مش عارف يدخل حمام. انتوا متخيلين الرعب؟ الكارثة بقى ان اللي بتساعد الموظف اللي كان بيعمل كده في الولد هي الدادة، والموظف ده عنده مثلا يجي 80 سنة. انا مش فاهمة، انا مش مستوعبة القصة دي بصراحة، يعني انا لحد دلوقتي مش مصدقاها اساسا. والمدرسة بتخبي، ومديرة المدرسة معرفش بتعمل ايه. مفيش واحدة فيكو غريزة الام جواها صحيت ولو للحظة وقالت ايه القرف اللي انا فيه ده؟ لا، ويعرضوا عليهم كمان 3 كيلو دهب عشان يتنازلوا، بس طبعا هم ما تنازلوش ومش هيتنازلوا. يا ريت القصه دي بقى كلها تشبه مسلسل لام شمسيه. لا خالص، ده طلع الموضوع في الحقيقه انقح. الناس دي المفروض يقضوا بقيه حياتهم كلهم في السجن او يتعدموا في مكان عام مثلا. علموا ولادكم الشجاعه وان هم يتكلموا معاكم من قلبهم وما يخافوش من حد وما يخافوش من حاجه. حسسوهم بالامان وصاحبوهم. علموهم ان في اماكن في جسمكم ممنوع فيها اللمس، وان دي حدودك الشخصيه ما ينفعش حد يتعداها. السؤال هنا بقى، تفتكروا الطفل ده هو الوحيد اللي اتعمل فيه كده؟